يسعد أوقاتكم. تعالوا نعمل أسهل فطيرة بدون عجن ومجهود، بدون تخمير. بمقلاية على النار نضيف زيت و350 جرام من اللحمة، نقليها ونضيف عليها بصلة كبيرة مفرومة ناعم، نضيف نص ملعقة ملح، فلفل أسود، فلفل أبيض، بهار مشكل، نضيف بطاطا حجم كبير مفرومة مربعات صغيرة، نقليها ونضيف عليها البقدونس. وهي الحشوة صارت جاهزة. لخليط الفطيرة نحتاج 3 بيضات بحرارة المطبخ، كوب زبادي، نص ملعقة ملح، ونخلط المكونات منيح مع بعض. نضيف 50 ميلي من الزيت ونمزجه مع الخليط. نضيف كوبين دقيق وملعقة بيكنج باودر. نخلط المكونات. حسيت الخليط قاسي فأضفت ربع كوب زبادي، وامزج حتى يصير الخليط هيك شوي سميك. بصينية مدهونة بالزبدة نزلت نصف الخليط، ضيف عليه اللحمة اللي حضرناها، وبعدين نزل عليه القسم الثاني من الخليط، زينه بحبة البركة والسمسم، ونحطه بالفرن من الأسفل 20 دقيقة ومن الأعلى 10 دقائق بس. وهي الفطيرة صارت جاهزة معنا.